مليون. إذا جمهورنا بنبدي مع الأخ حيدر العبادي رئيس وزراء العراق في هذا المشوار، ومع السؤال الأول: متى تتحسن الكهرباء؟ 2100، 2200، سنة 2300، سنة 2400. بصراحة يعني الكهرباء وضعها كلش داج، ما أعتقد أنه تتحسن حتى بال 2500، فأختار الاختيار الرابع. أكد كتير الجواب إن شاء الله. إذن اختيار حيدر العبادي للجواب رقم 4 جواب صح، صاروا 200 ريال. ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو: متى يتحسن الأمن في العراق؟ 2400، 2500، 2600، 2700. أعتقد ماكو أمان بالعراق، وأتمنى أنه تكون هناك اتفاقيات جديدة في المستقبل القريب لحل هذه المشاكل الأمنية، فأيضا هو الاختيار الرابع. جواب نهائي. جواب نهائي. جواب صح، صاروا 400 ريال. أخ حيدر العبادي، لسه في عندك 3 وسائل مساعدة ما استخدمت ولا واحدة منهم: الاستعانة بالجمهور، أو حذف إجابتين، أو استعانة بالصدر. بننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال هو: ما هو الحل الوحيد لوضع العراق العشبة، القنفة، الشعبة، اللفة؟ يعني هذا سؤال صعب جدا. يعني أتمنى أن أستعين بصديق إلي إبراهيم الجعفري، هو يعرف هذا السؤال. إذا بنطلب من البرنامج أن يتصل برفيق حيدر العبادي إبراهيم الجعفري لحتى يساعدوا بالجواب. ألو، مساء الخير. أخ إبراهيم الجعفري، معك جورج أباحي من برنامج من سيربح المليون. فيه رفيقك حيدر العبادي محتاج لمساعدتك، ومعكم 30 ثانية لما بيبدأ حيدر العبادي بالسؤال. تفضل حبيبي إبراهيم، إذا تسمعني. السؤال هو: ما هو الحل الوحيد لوضع العراق العشبة، أم اللفة، أم الشعبة، أم القنفة؟ صراحة هذا سؤال كونفوشيونسي، يعني ما أعرف شلون أقول لك، بس أكيد هو القنفة. القنفة هي تقوم بإصلاحات كثيرة للشعب العراقي، وأيضا هناك تنسيق في المستقبل إن شاء الله. سوف نعطي إلى كل عائلة عراقية قنفة من الممكن أن تحل من خلالها كل المشاكل المستعصية لإخراج القمقم من عنق الزجاج. لسه في عندك وسيلتين مساعدة: استعانة برأي الجمهور، أو حذف إجابتين. أنا أفضل أيضا أن أخذ رأي البرلمان والجمهور. إذا جمهورنا حضروا حالكم للأخ حيدر العبادي. السؤال هو: ما هو الحل الوحيد لوضع العراق؟ هل هو العشبة، أم القنفة، أم اللفة، أم الشعبة؟ البرلمان أعطاك نسبة 95%. الاختيار الثاني هو القنفة. أنا أشوف أنه يعني استعمل الوسيلة الثالثة، وهي حذف الإجابتين. إذا بنطلب من الكمبيوتر بيحذف له إجابتين للأخ حيدر العبادي من السؤال، وهو: ما هو الحل الوحيد لوضع العراق؟ غريب، حذف لك الجواب الأول وحذف لك الاختيار الثاني. طبعا عندك الاختيار الثالث والرابع: القنفة والعشبة. أنا أفضل أن أمشي مع رأي الجمهور ومع رأي صديقي إبراهيم الجعفري. جوابه رقم 3: القنفة.
للأسف أخ حيدر العبادي، بتمنى لك الموفقية من جوات قلبي. الجواب خطأ. الجواب الصح هو العشبة هي الحل الوحيد لكل أوضاع العراق. تحية كبيرة للأخ حيدر العبادي، بنتمنى له الموفقية. أيضا تحية كبيرة لرفيقه وحبيب قلبه إياد علاوي. إذا كان بيعرف إياد علاوي بالجواب بالنسبة للسؤال الثالث. والله ما أدري يعني هذول شلون منين يجيبون هاي الأسئلة والاختيارات، شلون ترتيبها، كل شيء ما أعرف، والله ما أدري.